السلام عليكم. في خبر اليوم، الركراكي يكشف أسباب سقوط أمام جنوب أفريقيا ويأكد سوف نتعلم من هذه المرة. كشف الناخب الوطني وليد الركراكي أسباب خسارة المنتخب الوطني أمام جنوب أفريقيا ب2-1 اليوم السبت ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أفريقيا. وقال الركراكي خلال معرض حديثه في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: لم نكن جيدين في الشوط الأول وارتكبنا الكثير من الأخطاء، والخصم كان لديه لاعبين يمتازون بالسرعة وخلق لنا الكثير من المتاعب، وفي الشوط الثاني تحسن الأداء لكننا في الأخير خسرنا. وهنأ منتخب جنوب أفريقيا على الفوز، وتابع بصراحة إجراء مباريات في شهر يونيو أمر صعب بحكم انتهاء المواسم ومعاناة اللاعبين من العياء، إذ لا يمكن أن تطلب من اللاعبين أكثر من اللازم. وأضاف: هذه الخسارة سنتعلم منها. وهناك من سيقول أن المدرب لا ينتبه إلى بعض الأمور، لكن هذا غير صحيح. أنا أثق في نفسي وأعلم ما أفعله. قد جربنا بعض اللاعبين خلال فترة التوقف الدول الحالية، وعلينا أن نكون جاهزين قبل كأس أفريقيا. وفي النهاية نتمنى الفوز للمنتخب المغربي، ولدينا ثقة كبيرة في منتخبنا. ولا تنسوا تدخلوا رأيكم في المنتخب والاشتراك في القناة حبايبي.